أن الألم لم يترك أحدا إلا ونال منه ذات يوم وأعطاه جرعة كافية كي يلعقها على مر الزمن. لكن مع ركان تختلف الرواية، فسنوات عمره التسع قضاها في كنف والدين لم يرحموه ضربا وحرقا. كان يعنف يوميا من خلال قلع أظافره وحرقه بالماء المغلي والكي وغيرها الكثير من أساليب التعذيب، دون أن تسعفه الدموع أو تنقذه الآه من واقع مرير تسولت فيه الطفولة الرحمة من أب وأم. الناس نخاف منه وإنه عصبي من دون سبب، يعني هيك يضربك يا ركان؟ عصبي كده، حتى لما يكون برا وقاع وجاي من برا طفشان يقوم يضربني على طول، ما يبغى يشوفني، يقول ما يبغاني. وأمك إيش كانت تسوي لما كان يضربك؟ هي كانت ما تصورني، بس لما هو حرشها قالت سمعت كلامه يعني وقاعدة تسوي زي ما سوت له. إيش سوت فيك أمك؟ حرقتني بالماء وبالقهوة وبالحليب، كل شيء يعني، كلهم سووا اثنين. كتب القدر حياته ليكون الابن الأكبر بين إخوته الذين يعيشون بأمان في منزل وفر لهم كل شيء بعكسه هو، وهو ما لن تستطيع فهمه ولن تطيق احتماله. كان يخليني أنام في الحمام، وكان يخليني أنام تحت السرير وأكل عيش ومايه، بس ما أتغدى زيهم حتى في رمضان كده. أنا أصوم بس خليني أكل كده. ليش كمان؟ قطع لي يدي بالسكينة، يكهربني في الكهرباء، بس الله يسامحه ويسامح ماما كمان. تعرف يبين الطفل الطبيعي والطفل المرعوب المهدد. فلما شفته قال لي أنا فعلا في البداية أنكر. شلت الملابس من على ركان، بدأت أشوف الحروق في جسمه، أشوف الحروق في كل مكان. فقلت له مستحيل حروق في راسه، يعني مستحيل إنه يكون هو حرق نفسه من وراء السجاير، مكان تعرف حرق السجاير، مستحيل الطفل بيحرق نفسه بالموية، هذا مو حرق موية. فلما جلست معاه شوي شوي حس، قلت له ما حتروح مع ماما، حتكون عندنا. أخذنا طبعا، بلغت المدير بالأشياء الموجودة، جاء شاف الوضع. قلت له ما حتروح مع ماما، حتكون عندنا أنت في الحماية. قال لي ما حروح معاه، قلت له لا. قال لي أكيد، قلت له أكيد ما حتروح معاه. قال لي بقول لك شيء بس لا تقول لحد، تقول لماما. قلت له إيش؟ قال بابا يحرقني. ركان اليوم في أحضان دار الحماية التي وعدته ألا تعيده أبدا لوالديه، وأن تسجله في المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة كما يتمنى. إلا أن المشكلة الأكبر أنه ليس مسجلا في دفتر العائلة ولا يحمل أي إثبات، وهذا ما يرشح رواية أحد المقربين بأنه طفل نتج عن علاقة غير شرعية لنفس الأبوين قبل إجبارهم على الزواج. كان طالما وصل للشؤون الاجتماعية فيعتبر وصل للأب وللأم، ووصل في أفضل منطقة إن شاء الله تعالى حيكون فيها، لأنه حيتابع من قبل الحماية بجدة أو الحماية بالرياض إذا سلم لجدته في الرياض، وسيتابع حتى إن شاء الله تعالى دخول المدارس، لأنه كان لحد الآن لم يدخل المدرسة، فراح يدخل المدارس إن شاء الله ويتابع من قبل الحماية ويكون حياته سعيدة بإذن الله تعالى. أنا نفسي أعرف لما هذا يجيبون مثلا دحين هذا يجيبون أولاد ولا يضربوهم كده، يخلفوهم من باب الطاقة ويضربوهم. أنا عشان أكره هذول. من هم هذول؟ اللي يخلفون أولاد يضربوهم كده، يشوفوهم. أصلا مو أبويا ولا أمي اللي يحرقوني، ربنا. صح ولا لا؟ ربنا اللي حرقنا بالنار. ربنا اللي خلقنا، صح؟ صح، هو اللي حرقنا. مثلا إذا سوانا غلط، إذا كذبنا، هو اللي حرقنا، هو اللي حطنا في النار. بس ده أمنا وأبونا لا. صح، أمنا وأبونا مفروض بس يحكوا لنا هذا صح وهذا غلط، بس اللي بحاسبنا مين؟ ربنا.
دموع ترقرقت على طرف فما كان بأنامله إلا أن تمحيها، محاولة أن تكذب ما فعله القدر بأعين اكتحلت بالحزن وقبلة تطلب ابتسامة. فكيف لنا أن نضيء لك قنديل الأمل، وكيف لنا يا ركان أن ننسيك ما سببوه من جراح. من عروس البحر الأحمر، جدة، علا الفارس، MBC في أسبوع.